الشغل ما بيقفش على حد، ده حقيقي. ممكن موظف يمشي ويجي مكانه 10 برضه، ده حقيقي. بس مش معنى كده اننا نستهين بالكفاءات اللي تعبنا سنين علشان نكونها، ولا بالناس اللي اعتبرت نفسها صاحبة الشغل وجزء منه. لو الموظف اللي مشي كان فاهم الشغل ومخلص ليه، يبقى الخسارة مش مجرد موظف، دي خسارة قيمة ومعرفة وروح للمكان وجزء من ذاكرته. قبل ما تمشي أي موظف لازم تفهم شوية حاجات. الكفاءات مش قطع غيار، والمخلصين مش سهل يتعوضوا. والشركات الذكية هي اللي بتفهم إن الاستثمار الحقيقي مش في المباني ولا الأجهزة، الاستثمار الحقيقي في الناس اللي شايلة المكان بعقولها وضميرها، وإن في حاجة اسمها الذاكرة المؤسسية، وفي حاجة اسمها قوة الموارد البشرية. وهو تطوير الشركة بيتم ازاي؟ إلا عن طريق تطوير أفرادها وموظفيها. أهم حاجة لازم تفهمها إن الموظف اللي بيسيب الشركة بيمشي وبياخد معاه حتة ولو صغيرة من سمعتها. فلو أنت مدير أو صاحب قرار، خلي بيئة الشغل مكان يكبروا فيه مش يهربوا منه، لأن فعلا الشغل ما بيقفش على حد، بس في ناس وجودهم هو اللي بيخليه ماشي وناجح كمان.